قرية قنطرة الكردية التابعة لناحية الراعي في منطقة الباب في محافظة حلب. سكانها من عشيرة كيتكان الكردية وعشيرة المجادمة العربية، والتي تم توطين هذه العشيرة العربية في القرية ضمن تطبيق مشروع الحزام العربي. عدد سكانها حوالي 850 شخص مع المزارع التابعة لها، ومساحتها 1350 هكتار. تقع في شمال شرق حلب حوالي 62 كيلومتر، وتبعد عن الباب شمالا 34 كيلومتر، وعن الراعي شرقا 24 كيلومتر. في زمن الاحتلال العثماني تم حظر اللغة الكردية وفرض اللغة التركية، وبعد ذلك تم فرض اللغة العربية عليهم، وهم الآن يتكلمون التركية والعربية، ولكنهم لم ينسوا أصلهم الكردي. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس وكروم شجر الفستق والزيتون والعنب والتين وتربية المواشي. لم تسلم القرية من انتهاكات الفصائل المعارضة السورية عند سيطرتهم على القرية في العام 2012 من خطف وطلب فدية بحجة دعم الثورة، وأخذ سيارات الأهالي بحجة التعبئة للثورة. في العام 2014 هاجمت داعش على القرية وانسحبت الفصائل إلى تركيا، واعتقلت داعش الكثير من الأهالي بحجة أن الكرد كفرة وإجبارهم للانضمام لصفوفها. هجر معظم الشباب القرية مع عائلاتهم إلى تركيا، ومنهم إلى أوروبا والجزيرة الكردية. في العام 2017 للميلاد انسحبت داعش وسيطرت عليها الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا. استولت هذه الفصائل على أملاك المهجرين وبنت المستوطنات فيها، وقاموا بإسكان عوائل غريبة عن المنطقة، والمعاناة مستمرة حتى الآن، ولكن أغلبية السكان أي سكان القرية عادوا إلى بيوتهم.